والمفروض الناس توقف مع بعضيها في الغربة وخلاص. يعني الواحد مننا قعد له 10 دقايق ولا حاجة على جنب هياخد نفسه، الدنيا ما طارتش شيء. لو أحلى حاجة قال الناس حاسدين على ما فيش، عمل سوى سافر وجاب وعمل وبني واشتري، ولو جو قعدوا مكاننا هنا في الغربة 10 دقايق 10 دقايق بس في الغربة هنا، مش هيطيقوا نفسيهم، مش هيطيقوا نفسيهم والله. ما يعرفوش ان المتغرب ده شارب المرار، كفايه انه هو بعيد عن اهله وعياله، يا دوبك هيكلمهم في التلفون، ولا في عيد هيشوفهم، ولا في مناسبة هيشوفهم. في حاجات هو هيعديها بدماغه عشان خاطر لقمة العيش، عشان خاطر يعيش أهله مستورين ومرتاحين ويكبر عياله، وعشان ما يمدش إيده لحد، ومستحمل كل حاجة. لو كمان قرايبه حتى ما سايبينهوش، اللي في الشغل ما سايبينهوش، اللي هنا وهنا ما حدش سايبه، مضغوط من ناحيتين. وهدلكت الحال بتاعه. بس ما انكرش في ناس كويسة وهتتعامل في الغربة كويسة، وفي مقاولين كويسة، وفي ناس كتير هتوقف مع بعضيه وهتعدي حاجات كتير. بس يلا الحمد لله على كل حال، ربنا يعوضنا بغيرها ان شاء الله. ربنا يلطف بيني. يلا يا عم على الله، وبعدين الله يسامح اللي ظلمني، وما ننكرش زي ما في ناس وحشة في ناس كويسة وولاد ناس، وهيراعوا ربنا في شغل اللي معاهم. يلا بينا. كلامك مظبوط والله.